السلام عليكم إخواني أخواتي من جديد في قناة مطبخنا المغربي. Welcome everyone. Today I will share with you a yummy fish brochette. Really it's too healthy. اليوم غادي نقدم معكم القضبان أو البروشيت بالسمك، طريقة جديدة ورائعة غتحمر لكم الوجه ديالكم. إلا كانت عندكم شي عزومة غنحتاج إلى شرائح من السمك الأبيض كما تلاحظون، وغادي نحتاج إلى الفلفل الأخضر الحار، وإلى مكعبات من المرق، حنا كنقولها ماجي ولا على حسب كل واحد والبلد على الاسم ديالو، مكعبات المرق. وغادي نحتاج المكونات إلى شريحتين من الخبز، وإلى الطماطم المصبرة، وإلى المكون السحري وهو ده معجون الفول السوداني، هو هذا المكون السحري. وغادي نضيفو بصلة بيضاء. والآن غادي ندوزو لطريقة التحضير. أول شيء نعملو هو في واحد الخلاط ولا الكبة غادي نقطع البصل عشوائيا بهذا الشكل، وغادي نضيف الفلفل الأخضر، وغادي نضيف هنايا عندنا الفلفل الأخضر، وضفت كمية من المرق الدجاج، وهنا ضفت الخبز كما تلاحظون، وملعقتين من الطماطم المصبرة. وكذلك هنا غادي نضيف عندنا السمك، شرائح السمك حسب الأفراد، تقدروا تضاعفوا الكمية حسب الأفراد عندكم. وكذلك ما نساوش المكون السحري ديالنا وهو المعجون ديال الفول السوداني. تقدروا تشريو غير الفول السوداني عادي وكطحنوه حتى كيولي عندكم على الشكل الزبده بهذا الشكل، وكتضيفوا تقدروا تشريوه جاهز. هنا من بعد ما تخلط عندي الكل كنحول الخليط عندي في اناء في واحد البول، ونرجع للخلاط. كناخد كميه قليله من المكعب المرق، وهنا غادي نضيف واحد 3 ملاعق من العصير الحامض بهذا الشكل. كما تلاحظون، وتقدروا ديروا الحامض انا كنعصرو كنديرو في هذه القاروره. غادي نرجع غادي ندير القليل من البصل، نصف حبه البصل اللي استعملتها في الاول، ودابا غادي نستعمل النصف الثاني في هذه الخلطه. وكذلك ملعقه من الفول السوداني، انا راه كندير ملعقه كبيره، ملعقه كبيره لان هذه الملعقه اللي عندي انا صغيره، يعني درت 2 ملاعق كتعطيني مقدار ملعقه كبيره. هذا الفول السوداني راه هو اللي كيعطيها واحد الطعم رائع لهذا الطبق ديال اليوم. والفول السوداني هو راه صحي. غادي نضيف كذلك ملعقه من الطماطم المصبره، وغادي نخلط الكل عندي بهذا الشكل. هاد الخلطه هذه انا راه غادي نحتفظ بها. كنذوق هنا تصحيح الذوق، كنشوف واش عندي الذوق واش هو هذاك. مباشره كنرجع للسمك اللي طحنا الاول، وغادي نبدا ناخذ واحد الصحن وغادي ندهن فيه، ندهنو مزيان. وهنا غنبدا نشكل هذاك الخليط ديال السمك الى كويرات، وغنبدا نحط عندي في الصحن بهذا الشكل. ضروري تشكلوهم على شكل كروي. غنبقى مستمره بهذا الشكل. هنا كملت كل الكميه اللي عندي، وفي واحد المقلاة غنسخن الزيت حتى يوصل لدرجه اللي تكون عاليه، وغادي نقلي عندي الكويرات ديال السمك بهذا الشكل. هنا هذيك مرحله اولى، مازال حنا ما كاينه مرحله ثانيه. انا غادي كما كتلاحظوا ملي كتاخذ هذا الشكل الذهبي كنزيلها من الزيت، كنستقطر من هذاك الزيت. وهنا بهاد الاعواد ديال البروشيت
كنكون انا مسبقا رقدتهم في الماء باش ما يتحرقوش معايا. وبهذا الشكل غادي نبدا نحط واحدة تلو الأخرى بهذا الشكل. إلا وصلتوا معايا لهذه المرحلة كنتمنىكم ديروا معايا واحد لايك، واحد اشتراك للناس الجدد، وشكرا لأي واحد كيخلي لي تعليق جميل. هنا غادي نكمل بهذا الشكل، كنرصص الواحدة فوق الأخرى. وهنا غادي ندوزو، غادي نستعملو هنا الباربيكيو. هنا هذه ديك الخلطة اللي خلطت أنا الأخيرة ديال الفول السوداني مع البصل ومع الطماطم، هذا هو اللي كندهن بها الوجه. وأنا كنحمر فيها بالفحم بهذا الشكل. هذيك الصلصة اللي طحنا في الأخير هي باش كندهن بها الوجه. صدقوني راه كتجي هايلة هايلة في المذاق. وهنا بواحد الفرشاة على جميع الجوانب كنبقى كندهن عندي البغوشات القضبان عندي بهذا الشكل، وكندورهم غير بالمهل حتى كياخدوا ديك التحميره اللي هي كتجي رائعه. وحتى هاد الصلصه هذه اللي كنرافقها كندهن بها كتعطيها واحد المذاق تاني، وكيولي عندنا مقرمش. هاد لي بغوشات كيجيو مقرمشين وكتجي عند فيهم واحد النكهه رائعه. والفول السوداني هو اصلا صحي ومزيان للوليدات. صدقوني غتجربوا هاد الوصفه هذه ما غتعاودوا تعاودوها ان شاء الله بحول الله. انا غادي نخليكم مع الوصفه